بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ كل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم الأيام بخير يا رب، وعلينا وعلى أمة محمد. النهاردة الفيديو بتاعنا فيديو تتميس الفول. فول في البيت معمول نضيف، معمول بالمكونات اللي انت عايزاها، وموجود في التلاجة تطلعيه في أي وقت وبتعملي. طبعا السحور ما يخلاش من طبق من طبق الفول. عملنا الفول ده ازاي؟ هتخش معايا الفيديو وهتشوفيه، وان شاء الله طريقه هتعجبك وطريقه سهله. عاملينه في الحله ومش عاملينه في الدماسه، لان الدماسه بتاعته، لان ده كتير على الدماسه. بص في الحله وطالع جميل، والفوله بصوا مهريه وجميله وزي الزبده اهي، زبده. فادخلي معايا بقى وشوفي الفيديو، ولو عجبك الفيديو ما تنسليش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. يلا بينا نخش بقى على الفيديو ونشوف عملنا الفول ازاي. يلا بينا. ودخلنا اهو يا حبايبي على الفيديو. احنا بصوا معانا فول بلدي الحبايه الصغيره. بصوا الكميه بقى اللي انت عايزاها، عايزه كيلو، عايزه نص، عايزه 2 كيلو. الكميه اللي انت بتعملها ده كيلو. انا بليته لمده 5 ساعات، يعني انا جبته الصبح وبليته وبعمله بالليل اهو. طبعا انت بتعمليه للسحور، انت عايزه تعملي كميه اكتر من كده تعملي. وهنعمل معاه هنا مقادير بسيطه جدا جدا. هي كوبايه عدس، نص كوبايه رز. في ناس بقى بتحب تحط غله وبتحط الفول المدشوش، والاساس العدس. عايزه تحطي انت غله حطي، عايزه تحطي فول مدشوش حطي. دي بالنسبه لمقاديري. بص هغسل الفول غسله حلوه قوي قوي قوي، وهنرجع نحط الحاجه مع بعض، وهغسل العدس ونرجع نشوف هنعمل ايه مع بعض. اهو يا حبايبي انا غسلت اهو، بس انا حطيته في حله كبيره. طبعا انا بنعمله في الحله عشان اللي ما عندهوش فواله يعملوا في الحله. وكمان الكميه دي كتيره على الفواله. الفواله بتاخد نص كيلو بس فول، فاحنا حطيناه في حله اهو. وان شاء الله هتاكلي احلى فول. ولو وصلتي بقى معايا لغايه هنا، يا ريتك تعملي لي لايك وشير واشتراك في القناه. لو انت جديده يعني اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وكل سنه وانتم طيبين. وطبعا السحور ما يحلاش الا بطبق الفول. هنعمل ايه؟ احنا طبعا غسلنا الفول، هنعصر ليمونه، بس خلي بالك من البذر عشان ما يمررش معاكي. استنى هشيل اهو يا حبايبي، بعصر الليمونه بس هنا عشان لو في بذره اعرف اجيب. وهنرمي القشره برضو فيها اهو. بصوا حاجات بسيطه، مش متكلفيش نفسك. في ناس بقى بتحب تحط جزر، بتحب طماطم، بتحب بصل. اللي انت عايزاه اعمليه. ده الفول انت اللي هتعمليه وانت اللي هتاكليه. واحنا هنا غسلنا الرز وغسلنا العدس اهو، هنحطه برضو عليه اهو يا حبايبي. حطينا الفول وحطينا الرز وحطينا العدس الاصفر. تاني مره بكرر عشان خاطر عرايسنا الصغيره اللي بتخش هتعمل طبعا الفول اول مره. بتجيب الفول بتحب تنقعيه 5 ساعات. في ناس بتعمله على طول، وفي ناس بتنقعه من بالليل للصبح. كل حاجه كل الستات شاطره وكل حاجه وعارفين. احنا كل هدفنا ان احنا بنعلم عرايسنا الصغيره. وبعدين تروحي حطاه في الحله. لو انت عامله كميه صغيره نص كيلو حطيه في الفواله. ما عندكيش فواله اعمليه في حله زينا كده، هيعمل وهيبقى يطلع زي العسل. وتحطي رز وتحطي عدس، دي طريقتي انا. وليمونه. الليمونه ليه يا ام احمد؟ عشان الفول ما يغمقش معاكي. الفول ما يغمقش معاكي. وتحطي عليه الميه سخنه. ولو الميه نقصت اوعي تحطي ميه بارده، على طول تحطي الميه سخنه. يلا بقى هنحط مع بعض الميه. هحط الميه وارجع لكم تاني اهو يا حبيبي. حطينا الميه، حطيت ميه. بص ميه كتير ازاي، هو بيعوز ميه كتير كده اهو. وهرفعه على النار بقى وهكتمه كتمه. اللي ما بيقولك كتمه الفول في القدره، احنا بقى هنكتمه كتمه. ولما نيجي نكشف عليه هنكشف مع بعض. عايز ميه نشغل الكتل ونحط ميه سخنه.
نشغل الكتل ونحط ميه ايه، ميه سخنه. اوعي تحطي ميه بارده. هرفعه بقى على النار، ولما يدخل في السوا كده هوريه لكم ان شاء الله. اهو يا حبايبي بصوا، بعد 4 ساعات بالظبط. بصوا ما شاء الله، بصوا لونه فاتح وحلو ازاي. معلش هو كمان النور قاطع، فعاملين الفلاش فمعلش اهي. بصوا جميل ازاي. برضه هزود له شويه ميه وهسيبه برضه، ولما اجي افتح عليه هوريه لكم. عجميه والله وما شاء الله اهو. هزوده بقى شويه ميه وهقفل عليه تاني وهسيبه هسيبه ساعتين كمان. بصوا بعد ما طفينا عليه وسيبناه بصوا يبرد. بصوا اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. روعه روعه روعه، وحاجه في البيت وحاجه نضيفة ومضمونة. وبصوا بقى كيس الفول دلوقتي بقى ب10 جنيه. لدعة. هنشيل بس مع بعض الليمونة. هنشيل الليمونة في نص تاني، استنى هنشوفه فين. شلنا الليمون منه. بصوا والله ولا حطينا طماطم ولا حطينا بابريكا ولا حطينا اي حاجة، هو لونه احمر كده. وهنشوف مع بعض. بصوا حباية الفول، بصوا دايبة ازاي. بصوا في احلى من كده، في اروع من كده. بص اللون احمر ازاي. ولا حطيت ولا ضفيت اي حاجه، ولا هو المقادير اللي انا حطيتها معاكم هي اللي حطيتها. جيت طبعا انا لما هتشوف الفيديو، لما جيت كشفت عليه وحطيت له ميه. حط ميه بكتره. ليه حط ميه بكتره؟ وسيبيه على شمعه وما تقلقيش منه، وسيبيه ونامي تقلقيه. بصي ما تقلقيش منه خالص. بص جماله وروعته ازاي. في ناس بقى بتحب تحط له فول مدشوش، عدس، جزر، بصل، طماطم. طبعا لا، احنا طبعا عايزين الفول يبقى ساده خالص. ليه؟ لان هنعمله مره ببصله، مره بتومه، مره بالبيض، مره يعني بصي التشكيله اللي انت بتحبيها، مره بليمون، مره بطحينه. بصي الفول ده طبق اساسي في السحور طبعا، لا غنى عنه. مهما تحط في السحور لا غنى عن طبق الفول. وعلى رأي اللي بيقولوا ان فتك بيقولوا صحيح ان خلص الفول انا مش مسؤول فعلا. ده كيلو. ما تتربطيش بالكميه بتاعتي. انت عايزه تعملي نص اعملي، عايزه تعملي 2 كيلو اعملي، عايزه تعملي كيلو ونص اعملي. بصي دي راحتك انت، ودي امكانياتك اللي انت ماشيه عليها. فطبعا الفول بقت معانا دلوقتي بارد خالص. هنعمل ايه؟ هنعبيه في اكياس، ولما اجي اعبيه في اكياس هنشوف هيعمل معانا كام كيس. حاجه بقى تحطها في التلاجة، تطلعي تعملي. وممكن تعمليه برضو فطار، يعني ممكن في الايام بتاعه رمضان تعملي برضو فطار بطماطم ببصل وعليه بيض كده، وتفطري وتسحري. يا سلام والله. الحمد لله، ربنا يديمها علينا نعمه يا رب، ويحفظها لنا يا رب، ويهدلنا الحال يا رب، ويصلح حالنا يا رب. وعايزه منكم بقى دعوه حلوه، ربنا يشفيني ويعافيني ويجعله شهر مبارك علينا كلنا يا رب، وعلى أمة محمد. وكل سنة وانتم طيبين. وهنعبيه وهنرجع لكم تاني واحنا بنعبيه. اهو يا حبايبي عبيناهم بصراحة ما شاء الله، الله أكبر. يعني بصوا الكيس، بصوا ده هتجيبوه ب5 جنيه والله ما شاء الله، الله أكبر. وأكتر من 10 جنيه اهو. حاجة في البيت، حاجة نظيفة. الكيلو عمل لنا 11 كيس. يعني والله العظيم يا بلاش. وبألف هنا وشفا، وحاجة نظيفة ومعمولة في بيتك. ولو عجبك بقى الفيديو يا ريتك ما تنسنيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة. وبالله عليكم اللي يسمع الفيديو ده يدعي لي دعوة في الكومنت اللي انا اقوم بالسلامة. واشوفكم بخير في فيديو جديد ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.